السلام عليكم. احيانا بنكون ماشيين على نظام غذائي وفجأة يحصل ثبات في الوزن ومنبقاش عارفين سببه ايه. بس في بعض العادات اللي احنا بنعملها وهي عادات ممكن تبقى في الظروف العادية لو انا بنزل في الوزن ما فيهاش مشكلة، لكن لو انا حصل لي ثبات وزن فبنسبة كبيرة بيكون حاجة منهم هي السبب. الحاجة الاولى ان انا بشرب قهوة الصبح على الريق. قهوة الصبح على الريق بتعلي الكورتيزول وده بيكون سبب كافي ان هو يوقف الحرق تماما. الحاجة التانية ان انا بصحى مستعجل بنزل من غير ما بفطر، فبعدي اجيب بسكوت اجيب مونتو اشتري اي حاجة، لكن الحاجات دي بيكون فيها نسبة سكر عالية ودقيقة عالية بتعلي الانسولين وتخلي الجسم ما يحرقش طول اليوم. الحاجة التالتة مفيش رياضة، ما بتحركش خالص. لازم نتحرك، لازم على الاقل ننزل نمشي لان ده ليه دور كبير جدا في تنظيم الحرق ونزول الوزن. الحاجة الرابعة والمهمة ما تقولوش لحد ان انتوا عاملين دايت، عشان بمجرد ما الناس بتعرف ما بنزلش في الوزن تاني. شكرا.